بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أهالي قبيلة بني شهر الأزدية من المنطقة الجنوبية، نعتصم بحبل الله من منطلق قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله وبالله وتالله ما خرجنا إلى هنا إلا نصرة لله، ثم تضامنا مع إخواتنا وأخواننا في بريدة، ومن ثم اعتقالهم. فنحن كالجسد الواحد، كما قال بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإننا هنا نعتصم مع أخوتنا في الإسلام في بريدة وفي كل شبر من بلاد الحرمين على ما قامت به الداخلية من انتهاكات ضد الإنسانية وضد الإسلام بمجمله. فلا إسلام يرضى بذلك، ولا حتى الدول التي بنت قوانينها على غير تشريع الإسلام ترضى بذلك. فكيف بدولة تدعي تطبيق الشريعة؟ نحن هنا في مملكة لا إنسانية يتم أطفالها ورملوا نساؤها، فكمبت أفواهنا وكسرت أقلامنا وسجن علماؤنا. فبالأصح هي مملكة الاستعباد والاستبداد. أين هو حق المواطن؟ أين الحرية؟ بل أين الإسلام وتعاليمه؟ نحن قضيتنا ليست قضية الأسرى فحسب، بل قضية تطبيق الشريعة. فلو طبقت لما طالبنا بخروج أسرانا ولا أسروا من الأصل. فالدولة همها الوحيد كيف أن تعري مبادئنا وتقضي على عقيدتنا، فهذا الشاغل الوحيد لها، بأن تخرج نساء الأمة من عفتها، وكيف تفسد شبابها. فكيف بدولة تقوم بحملات لتحرير المرأة وهي تقوم باعتقالها ونزع عفتها؟ فشتان بين ذلك. هم لا يريدون من يطالب بحقوقه، بل يريدون من يلبي مطالبهم. هم ضدنا حتى تكون النساء إماء وجواري والرجال عبيد لهم. فأيم الله أننا حرائر وولدنا من بطون حرائر، لن نرضى الضيم والمهانة. كما قال الفاروق قاهر: الكفر والمجوس متى استعبدتهم الناس وولدتهم أمهاتهم أحرارا. فليعلم صغير هذه الدولة وكبيرها شيخها وتلميذها أننا سنمضي بهذه الاعتصامات حتى يخرج آخر أسير. فلا تستهينوا ولا تستصغروا هذه الاعتصامات الصغيرة، فالنار تبدأ بالشرارة. فاحذروا أن تشعلوا النار أكثر فتلتهم الصغير والكبير وأنتم الخاسرون. فمن تدعون تطبيق الشريعة وأنتم تسيرون على منهج الخديعة، أين أنتم مع ما يحصل من انتهاكات في الجنوب من قبل العصابات الإثيوبية؟ فوالله إن الجنوب تعاني، ووالله إن همكم حصار أطفال النساء ونساء أهالي المعتقلين. والله إننا خرجنا نصرة وغيرة على إخواتنا، فعندما انتزعوا حجاب أخواتنا ورود الرشود وأمي الطلب فكأنهم نزعوا حجابنا. فأين الغيرة يا أبناء الجزيرة؟ أين الغيرة يا أبناء الجزيرة؟ أعراضكم تنتهك باسم طاعة ولي الأمر، فأي طاعة تلك التي تنتهك فيها أعراضنا وتنتزع فيها حجابنا؟ وأختم بهذه الأبيات: كيف تلبسون حلة الإسلام وقد حلوا عن العفيفة إحرامها؟ لا فيكم سيد ينهض ليوقف الخبيثة إجرامها. كفي يا الخف والخبائث فالعاهرات عالية أجسامها. اسجنوا العهر في زنزانة واطلقوا للعفة أقدامها. الله أكبر، الله أكبر، الله